السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة أفكار على قد الإيد مع هناء. ازيكم النهاردة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. الفيديو النهاردة هعمل معاكم خلية النحل. طبعا معايا نص كيلو من الدقيق، يعني حوالي نص الكيس دقيق زي ما انتم شايفين كده. طبعا أنا نخلاه عشان بس تطلع العجينة معاكم هشة وجميلة. لازم ندخل الدقيق قبل أي حاجة، تمام. وكمان معايا كوباية مية دافية، ربع كوباية زيت، معلقة ملح، معلقتين سكر، وكمان نص كوباية لبن بودرة، وكمان خميرة وبيكنج باودر. تمام كده. هبدأ أضيف السكر والملح. وكمان البيكنج باودر. وهضيف برضو الخميرة معاهم على فكرة. في ناس بتحب تحطها كده مع الدقيق، ويعني هي كده كده بتخمر. وفي ناس بتحب ان هي تحطها في يعني في نص كوباية مية او نص كوباية لبن، ويحط معاها معلقة سكر عشان تخمر. بس هي في الحالتين بتخمر يعني عموما. انا هحطها كده. وكمان اللبن. طبعا ممكن تستخدميها عشوائي كده حلوة، وممكن برضو فطار، يعني حاجة كده خفيفة كده. وهضيف برضو الزيت. وهنزل بالمية بالتدريج. طبعا ممكن احتاج مية تاني، لان المية حسب الرغبة، حسب العجينة ما تمسك معاكي يعني. ممكن تحتاجي مية تاني. طبعا هبدأ بقى عجينة بايديا. سوري بقى، لان انا يعني ما بحبش اشتغل بالجوانتي، بحب اشتغل بايديا، بيكون احسن وافضل. فطبعا يعني ايديا نضيفة الحمد لله وزي الفل. هعجنها بقى بايديا، وكل ما هتحتاج مية هحط لها مية. اعجنها بقى وارجع لكم تاني. طبعا انا هنا رشيت الرخامه دقيق. وكمان العجينه هي بعد ما لميتها معايا، برضه هفركها كده برضه على الرخامه عشان برضه تاخد حقها في العجن. كده، واحده يمين وواحده شمال. طبعا العجينه بقت في ايدي طريه جدا وجميله، وما عادش محتاجه اصلا تتعجن. بس انا هلفها كده لفتين وخلاص كده. طبعا يا جماعه مكوناتها سهله جدا، بجد سهله جدا، وطعمها كمان حكايه. كده خلاص لفتها، اقصد يعني عجنتها. طبعا الطبق اللي انا عجنه فيه حطيت فيه معلقه زيت كده، وهحطها. وبرضه هحط برضه معلقه زيت من على الوش كده العجينه. وطبعا هسيبها بقى تخمر. لو انتي مستعجله على العجينه وعايزاها تخمر، حط يعني شغلي الفرن، وسيبيه يشتغل حوالي ربع ساعه كده، وبعدين اطفيه، وبعدين حطي العجينه. هنا خلاص بعد العجينه بتاعتي مخمرت اهي. طبعا شغلت الفرن زي ما قلت لكم كده لمده ربع ساعه، وبعدين قفلته، وبعدين حطيتها في الفرن لحد لما خمرت معاه. فانتوا شايفين كده هشة جدا في ايديا. لان احنا طبعا في السقعة ال- العجين ما بيخمرش بسرعة، بياخد وقت على ما بيخمر. فهي احسن حاجة ان انت تعملي زي ما قلت لك كده، تشغلي الفرن حوالي ربع ساعة، وتستني كده حتى بس لما يهدى عشان بس الطبق ما يسيحش في ايدك. وبعد كده تحطيه. طبعا هو على صهد الفرن هتلاقيها بدأت تخمر معاكي بسرعة. هبدأ بقى اكورها كده.
طبعا معلش بقى الرخامة بتاعتي غامقة، فطبعا حاسة ان الشاشة غامقة قوي، فمعلش بقى. زي ما انتوا شايفين كده، ممكن بقى تكبروا يعني القرصة او تصغروها زي ما انتوا عايزين. يعني هي بصوا حسب ما بتطلع في ايديا، بس الحمد لله هي ماشية معايا دلوقتي صغيرة. كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي اهو، زي ما انتوا شايفين كده. وكمان معايا الصينية بتاعت التيفال، بس هغطيهم الأول عشان برضو تقعد يعني حوالي 10 دقايق تخمر تاني. وطبعا هحشيها جبنة، هي جبنة عادية خالص، جبنة اللي هي البيضة، وحتى فيها جبنة رومي وكمان زعتر، يعني الحشوة بتاعتها. وكمان معايا السمسم وكمان الحبة السوداء. طبعا ممكن تحشيها اي حاجة تانية غير الجبنة، انا ممكن تحشيها شوكولاتة، ممكن تحشيها جبنة مفرومة، لحمة مفرومة، سوري معلش. اي حشوة انت حابين تحشوها ممكن تحشوها. انا هعملها جبنة لان هي وجبة عشاء على قد كده انا وزوجي. هحط بقى الجبنة كده في النص. حاولي ان انت برضو ما تكتريش عشان ما تخرجش بره العجينة، لان لو خرجت بره العجينة هتبوظ الدنيا. زي ما انت شايفين كده طلعت معايا جميلة جدا، والحشوة بتاعتها جوه ما طلعتش بره ولا اي حاجة. طبعا لازم تبططوها كده. طبعا يا جماعة الزعتر بيدي طعم حلو جدا للجبنة البيضاء، لما بكون عاملاها في معجنات زي دي. نخلص الكمية كلها بقى وارجع لكم تاني. كده انا خلصت الكمية بتاعتي، ومعايا هنا معلقة لبن بودرة، وحطيت عليها معلقة مية ودوبتهم قوي كده، وهدهن بيهم الوش. ممكن تعملي البيضة، بس انا ما بحبش البيض بصراحة، بحس ان هو بتبقى ريحتها زفرة شوية، فاللبن احسن حاجة، وكمان اللبن بيحمرها كويس جدا. بس عاوزة اقولك على حاجة، الصينية بتاعتي هتكون كبيرة، يعني مش هيكونوا لازقين في بعض قوي، لان بصراحة الصواني بتاعتي يا اما كبيرة يا اما صغيرة، مفيش عندي حاجة متوسطة. فيعني لو طلعت معايا مفرقة يعني مفيش مشكلة، المهم انتوا تعملوها تكون احسن مني بكتير. خلاص كده عملت اللبن على العجين كله، ومعايا برضو السمسم. ممكن نعمل حبة البركة بس او السمسم بس زي ما انت عايزة، انا هحط الاتنين عموما. حاولت على قد ما اقدر اجيب صينية صغيرة، بصراحة مش لاقية، فمعلش بقى. يعني انا متأكدة انها تطلع مفرقة. ده على فكرة السمسم والحبة السوداء بيدي طعم حلو جدا هو عموما يعني هي نفس عجينة الكايزر، وممكن تبقى كايزر يعني عموما، بس بتديها طعم حلو جدا على فكرة يعني. هدخلها بقى الفرن على 180 درجة وارجع لكم تاني. اهو يا جماعة كده بعد ما طلعتها من الفرن، مش قلتلكم انها تطلع مفرقة؟ يعني كانت محتاجة اتنين، واحدة في النص وواحدة في المكان الفاضي ده. بس على فكرة حلوة جدا وريحتها قلب الشقة عندي، زي ما انتوا شايفين كده، جميلة جدا على فكرة. اهو، وكمان الحشو من جوه اهو، هشة جدا زي ما انتوا شايفين كده، وطرية جدا، بجد تحفة تحفة تحفة. حلو جدا والله العظيم، بجد جربوها تعجبكم جدا. بس هي الغلطة اللي انا عملتها ان الصينية بتاعتي واسعة، كانت عايزة صينية تكون اصغر شوية. بس هي حلوة كده عموما.
وكده يكون العشاء بتاعنا النهاردة كده شاركته معاكم. معاه بقى كده كوبايتين شاي او كوباية شاي بلبن، كله هيبقى تمام عموما.